مخيمات الجبهة. المخيمات الجبهة ما هو افتخارا، ولكن في الحقيقة وباعتراف دولي، باعتراف حتى مفوض شؤون اللاجئين، أنها من أحسن من حيث التسيير يعني المساعدات الدولية في العالم كامل. يعني انت تشوف عنه خارج في افريقيا وبعض الدول في جنوب شرق اسيا وما الى ذلك، انه خارج يعني ضعف تسيير المساعدات الدوليه للاجئين. صحراهم كيف استدرت هون في المخيمات، شفت عنه يعني ما خارج ذيك مظاهر، عنه خارج نوع من الانسجام بين المواطنين، توزيع عادل. يعني تقيس مؤسسه الهلال في المره المقبله وتشوف يعني طريقه التوزيع وكذاش. وقضيه في ضعف، خارج ضعف مؤسساتنا، خارج ضعف. هذا الضعف ناتج من ياسر من التفاعلات داخل المجتمع تفرز لنا نوع من الضعف في المؤسسات الصحراويه. ولكن هذا الضعف ما يفهم عنه الدولة الصحراوية أو المجتمع الصحراوي غير قادر تسيير يعني شؤونه الداخلية في المستقبل في الصحراء الغربية. ولكن هذا الضعف نسبي، ولكن خارج عقلية صحراوية، يعني عقلية لاميليوراسيون دي زيتابليسمون صحراوي، خارج عقلية تحسين وتقوية الجهاز الإداري في جبهة البوليساريو. وهذا اللي يتلمسوا عن طريق يعني تطور البنية التحتية المؤسسة الصحراوية من 75 أو من 76، أنه يتم التطور عطاتنا يعني فرزت لنا هذا الواقع، يعني هذا الواقع الإداري في الغابوني. منين تشوف يعني بداية تطور الواقع الإداري في جبهة البوليساريو من 75 و 76 كان ضعف في البنية التحتية وانعدام يعني البنية التحتية، لم المؤسسة التعليمية ولا المؤسسة الصحية ولا المؤسسات الثانية. ولكن مع التطور يعني التطور الزمني، يعني الصحراويين بدأوا يتطوروا، بدأوا يعني ينقلوا تجارب بعض المجتمعات والحركات الثورية على مجتمعنا احنا، لكن مع انسجام مع طبيعة المجتمع ومع الواقع الاجتماعي. خارج تطور، ولكن كاين ضعف. لكن الضعف انا نؤكد لك عنه نسبي، وانه يعني ما هو الدليل عنه اللي يخلي المجتمع الدولي عنه يرفض دعم حق الشعب الصحراوي او الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقليل المصير المفضي لانه تمكين الشعب الصحراوي من استقلاله. او نقطة ثانية وهي الاهم، هو انه لو كان جبهة البوليساريو غير قادرة تسيير مؤسسات لو ما اعترفت بها 80 دولة، ولما كانت عضو مؤسس يعني فونداتور، عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي، لو ما كان يعني عوامل شافوها هما، يعني عوامل انا قادره لتاسير مؤسسات وقادره لبناء دوله وقادره تسيير شعب وما الى ذلك، يعني ما تعترف بها المنظومه الافريقيه وما يعترفوا بها جل تقريبا دول امريكا اللاتينيه وبعض الدول الاسيويه. هذا الجانب. قضيه لا ليجيتيميتي دو ريجيم صحراوي، يعني في بطبيعه الحال خالق نقمه على النظام الصحراوي، لانه نقمه على النظام الصحراوي من عام 35 سنه يسير. ولكن لا كريتيك يعني في النظام الصحراوي ما هو يعني الغاء اليميناسيون توتال، نو، ولكن خلق مطالب نحن نطالبوا بها كشباب، نطالبوا بتشبيب الحكومه الصحراويه. فهمني؟ تشبيب ما هو كيف المطالب الاقليميه اللي عند الدول العربيه، يعني اقتلاع من جذور النظام، نو. احنا ما عندنا معارضه، ما عندنا معارضه باش تفهم لوبوزيسيون بوليتيك، باش تفهم لوبوزيسيون هي عندك التيرناتيف بوليتيك، عندك بديل من الناس وبديل ايديولوجي. نو، احنا ما معارضه، احنا اللي عندنا في جبهه البوليساريو هو مطالب تغيير طريقه التسيير. إدارة صراعنا مع العدو المغربي هذيك لا نقاش فيها. المفاوضات ما يكذب عليك حد، المفاوضات احنا ما لنا استثناء دولي، احنا لا يجري علينا جميع الامور اللي جرات على اللي مرت على الشعوب، وانه ضروري انك تلحق درجه انك تتفاوض مع العدو. ولكن احنا عندنا انتقاد واضح ونعبروا عنه يعني في اي وقت، وما عندنا ما عندنا اي استحياء سياسي عنه نقولوه، وانه هذا عندنا انتقاد على النظام السياسي عنده 35 سنه يسير، نطالبوا منه عنه على الاقل يدخل وناس جدد معاه، او يحاول انه يغير داخليا، يعني لوتو شونج، يعني يعود يغير هو ذاتيا يعني. وبالتالي قضيه فعلا خارج انتقاد، ونحن نطالبوا بتغيير طريقه التسيير، لا ميثود دو لا جيستيون. هاي نقطه. قضيه برضه ناكد لك نروي، هو انه قضيه الصحراء
مرتبطة بواقع دولي. قضية الصحراء ليست يعني في المريخ، قضية الصحراء مرتبطة بالواقع الدولي، ومرتبطة حتى بالصراع الإقليمي بين الدول، وبين الجزائر والمغرب، يعني الدول الإقليمية. وبالتالي الآن كيف تشوف أنت عنه احنا يعني عايشين في مخيمات لاجئين صحراويين، والمغرب يستعمر الأرض، هذا واقع. ولكن هذا الواقع يعني هذا الأمر الواقع اللي مفروض واللي فرضه المغرب ما هو فرضه وحده، فرضه واقع دولي. هذا الواقع الدولي ما يعترف بحق الشعوب، ما يعترف يعني باحترام إرادة الشعوب والاختيار السياسي الحر، نو، يعترف بالأقوى ويعترف بالمصالح. المصالح الآن مرتبطة بالمغرب، ومرتبطة يعني بدور المغرب في المنطقة. المغرب يوفر ياسر من الخدمات للمعسكر الغربي أو للدول الغربية الآن، أمريكا وفرنسا في المنطقة. وبالتالي احنا بقينا ضحية، وأنه الدول الغربية وآخر شيء يعني فرنسا ومنع يعني منع الإدخال الميكانيزم في بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان. هذا يدل على أنه قضية الصحراء مرتبطة بالواقع الدولي، يعني مرتبطة بالمصالح الجيوستراتيجية لفرنسا وأمريكا هون. بالتالي احنا لا عندنا نصارعوا المغرب، رانا ما نصارعوا المغرب وحده، نصارعوا معسكر كامل من المغرب وإسبانيا، الدولة الريجيم إسبانيول وفرنسا وأمريكا. وبالتالي احنا في صراع مع هذه المنظومة كاملة، وهذا هو اللي عرقل أحيانا البحث عن الحلول في قضية الصحراء. المفاوضات أنا نظن عنها تحصيل حاصل، المفاوضات تحصيل حاصل. العمق المفاوضات خاصو يعود خارج توافق، كونسنسيس انتر لي بيي اوكسيدونتال. بالتالي منين يخلق توافق؟ والتوافق منين لا يجي من تأسيس قاعدة مصلحية بين هو الدول. منين تخلق قاعدة يتفقوا عليها هو الدول الغربية، يتفقوا عليها البحث عن حل أو إيجاد حل فعلا اللي يخلق انفراج قضية الصحراء الغربية. احنا الآن نواجه هذا المعسكر، وللأسف هذا المعسكر قوي، هذا المعسكر يعني هو اللي يدير العالم، وحنا خطابنا السياسي، وللأسف خطابنا السياسي ما هو خطاب مبني على أساس المصلحة، هو خطابنا الخارجي. لازم خطاب مبني على المبدئية، على الاعتراف بحقوق الشعوب، على الدفاع عنه. بالتالي هذا الخطاب لا يرى أداة ساغية عند المعسكر الغربي، يعني عند فرنسا وعند أمريكا. النقطة الثانية هو أنه أمريكا وفرنسا تضغط على الجزائر من أجل تقدم الجزائر تنازلات كبيرة اقتصادية وأمنية وجيوستراتيجية، يعني تضغط عليها باش يخلق تقدم في قضية الصحراء الغربية. نعلمك عنه في بعض الأخبار المتداولة، ويكيليكس وجريدة الخبر الجزائرية تناقلت أخبار ويكيليكس قالت أنه خارج وثائق سربت أنه أمريكا تطلب من الجزائر تعطيها الجنوب الجزائري لمكافحة الإرهاب، والجزائر رفضت. وبالتالي رفض الجزائر عنده إسقاط ريفلكسيون، عنده انعكاس على قضيتنا. يعني الرفض الجزائري للطلب الأمريكي هذا اللي ينعكس علينا احنا سلبا. بالتالي هذه سياسة الجزائر احنا ما نناقشوا فيها، يعني هما أضرب شؤون الأمن هم القومي. وبالتالي باغي نقول لك عنه خالق ضغط أمريكي فرنسي على الجزائر باش يخلق تقدم بروسيسوس في قضية الصحراء الغربية لصالح الشعب الصحراوي. لكن الجزائر يضغطوا عليها بأمور يضغطوا عليها بأمور تشوه سمعتها الدولية، تشوه سمعتها الثورية. في جريدة الخبر عدد ماضي قال أنه أعضاء الكونغرس جاوا زيارة سرية لبوتفليقة وقالوا له عنه تعترف الجزائر بالدولة الإسرائيلية يخلق تقدم كبير في قضية الصحراء الغربية. هذه يدل عنه المعسكر الغربي باغي خدمات وباغي مطالب تحققهم الجزائر باش يخلق تقدم صحراء في مسلسل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. يعني وبالتالي تفهم يعني انترناسيوناليزاسيون دي كونفلي دي صحراء اوكسيدونتال. فهم يعني عن صراع الصحراء الغربية ليس فقط بين المغرب والجبهة، ولكن هو صراع مصالح. يعني صراع مصالح. الدول الغربية تنظر لهذا الصراع بأنه أي طرف يقدم أكبر تنازلات نعطيه الصحراء. فهمني كيف؟ يعني أي طرف يقدم أكبر تنازلات، المغرب بطبيعة الحال يقدم تنازلات،
قدم تنازلات في قضيه مكافحه الارهاب، في قضيه يعني في قضيه 87 قضيه المعسكر الشرقي وهذا المعسكر الغربي يعني ودخول امريكا المنطقه وفرنسا وما الى ذلك. بالتالي المغرب دائما سباق لخدمه المصالح الغربيه في المنطقه، وبالتالي احنا بقينا ضحيه، لانه الادمينستراتور ذاك اللي يدير العالم المغرب يسبق، وبالتالي احنا ندفع الضريبه. بالتالي هذا هو لب الصراع، هذا هو عمق الصراع. يعني الصراع قضيه الاستفتاء وقضيه تقرير المصير وقضيه يعني الشعب الصحراوي سي هذا كامل موجود، ولكن هذا تحصيل حاصل. الان احنا منين وقفنا ندافع خاصنا نرضاو بعقليه تسيير العالم الان، عقليه تسيير العالم الان انه اي واحد يقدم تنازلات يقبض. خلق صحفي عربي كبير نوبه مشى شهر امريكا وجبر اكبر بارون في نيويورك، ويقولوا وحدين عنه هو اللي يسير السياسه الامريكيه مع اتفاق بعض المؤسسات، مؤسسه انتاج السلاح، مؤسسه الادويه وكذا. قال له في السياسه كما في السوق، لا احد يقبض شيء بدون ما يعود عنده المقابل له. معناها انا من نعود باغي نمشي للسوق وباغي نشري مثلا سوبر مارشي، باغي نمشي نشري تلفازه عندي مثلا 200 دولار وهي تسوى 300 دولار، ما نقدرش نشريها. كيفها في السياسه، منين يعود عندك مطلب سياسي وما عندك مقابله ما تقبضه. هذا هو بخلاص. اذا انت ما بغيت نعود بدات على المغرب. شوف المغرب شو هو في التعقيب شوي، لا في داخل اطار الجبهه الشعبيه وطريقه تطورها التاريخي في ظل التقلبات العالميه. الجبهه بطبيعه الحال قامت في ظل المعسكر الشرقي والغربي، في ظل الثورات اللي كانت قائمه وتطورت معها. مين جات الجبهه؟ جات بناس، جات مجتمع جاي من طبيعه البدويه اغلبيته، والناس الثانيه جات من طبيعه شويه سيفيسار متمدنه. بطبيعه الحال مين تخلص هذه القفزه من السبعينات، في النظر القفزه من السبعينات الى هذا العقد من 2001 تخلص عن خلق تطور كبير داخل المجتمع، داخل المجتمع الصحراوي، وبالتالي فرض بنيه اداريه قادره ومتطوره نوعا ما، ما هي مثاليه، ولكن متطوره نوعا وقدت تضبط الشأن الاداري للمخيمات اللاجئين الصحراوي، ما في ذلك السياسه الخارجيه المحدوده بالتمثيليات. لكن الرهان الوحيد للجبهه الشعبيه هي عنها قدرتها على تمثيل الشعب 35 سنه. هذا هو الرهان، قدرتها التسييريه وقدرتها على اقناع الشعب الصحراوي. هي قدت عنها تسير الشعب الصحراوي داخل المخيمات، وحتى تساهم في تسييره داخل المناطق المحتله بتنظيم انتفاضات ولا ما خلال ذلك، اكسيون وقائع سياسيه. هذا فيما يخص جانب، فيما يخص جانب سياسي الجبهه الشعبيه. الجبهه باش نعودوا صريحين، لا فيريتي الحقيقه هو الجبهه الشعبيه هي وقيادتها هي عصارتها الشعب. طبيعه الحال الانسان من يحكم 20 50 60 سنه، طبيعه الحال الشعب والله لا نويبا خنارات الجيل، لا هاي الخناراتيون خاصه تعود داخله في الخيمه السياسيه الصحراويه. طبيعه الحال هذا الجيل عنده افكار، عنده مقترحات، وذاك الجيل عنده افكار، عنده مقترحات. يا غير الصحراويين هم والله هاي الخناراتيون ما طالب اجتثاث بك، ما تقدر تشتت واحد رمز من رموزك الوطنيه والثوابت الوطنيه، شارك في الحرب وشارك في بناء التاريخ الصحراوي الحديث، الدوله الصحراويه. قال الشباب بطبيعه الحال يطالب بمزيد من المشاركه في العمل السياسي لجبهتنا الشعبيه لتحرير الصحراء. هذا ينتج عنه حوار، وبادين فيه حوار اجيال بين هذا الجيل اللي يمسك الصراع مع النظام المغربي، المملكه المغربيه، ما هو مع الشعب المغربي. هذا الجيل اللي يواجه المملكه المغربيه، النظام المغربي الملكي هو اللي يواجه. هذا الجيل خاصه يقبل التجربه السابقه للجيل الاول اللي بنى الثوره ويبني عليها كمنطلق ويزيد يطورها به. العالم اليوم ما تلم محتاج هذيك لا انستالاسيون لا